السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يوفو، وده أول فيديو في القناة، واللي هيكون مراجعة دارك سولز 2. اللعبة لها سلبيات ولها إيجابيات، بس احنا جايين النهاردة نحكم ليه هي مظلومة. وبعد ما ختمت اللعبة لقيت في جدل كبير جدا، هل هي مظلومة فعلا ولا هل هي لعبة حلوة؟ المهم أنا جاي أقول رأيي، اللي هو كده كده ولا هغير يمين ولا شمال، فليتس جو نبدأ. تمام، احنا كده نبدأ بالسلبيات اللي هما كتير شوية، حاول اختصر. المهم، اول ما بدات اللعبه حسيت تحكم غريب، بالذات ان انا كنت لسه مخلص دارك سولز 1 ومتعود على الاعداد بتاعتها والزراير بتاعتها، واللي قبل ما ابدا 2 كنت مفكر ان الاعداد هتكون هي لان تقريبا الفرق الزمني ما بينهم مش كبير. الشخصيه تقيله بشكل مبالغ فيه، خصوصا مع اللفات والهجمات الخفيفه. حرفيا كنت حاسس ان انا بتحرك وانا حاطط حاجه على ظهري. كانت بدايه غير مبشره خالص. نيجي عن تاني سلبيه، اللوك اوين ساعات بيعمل مشاكل غريبة، هتلاقي الكاميرا فجأة قلبت على عدو ملوش أصلا أي علاقة بالمعركة اللي أنت فيها، ودي كانت مشكلة كبيرة بالذات في الزحمة اللي أنا جايلها بعدين. تالت سلبية، واللي أنا من رأيي إن لو كانوا ظبطوها ممكن تبقى إيجابية، وممكن تبقى إيجابية حلوة جدا، هي الزعماء. تصميم الزعماء متكرر جدا وكلهم شبه بعض، حتى في ستايل الفايت هما نفس الحاجة، حتى الأشكال هي مع شوية لمسات بس، فاهم يعني؟ مش أحسن حاجة أصلا تصميم الزعماء، ومتكررين جدا وفي اماكن كتير. يعني لو قارنتهم بزعماء دارك سولز 1، دارك سولز 1 تكسب طبعا، بس من غير مقارنه الزعماء مش قد كده. لو كانوا استغلوا حته الزعماء دي بالذات ان هم كتير جدا كانوا ودوا اللعبه في حته تانية. السلبيه الرابعه، توزيع الاعداء ساعات تحسه مش منطقي اصلا، بتلاقي نفسك محشور كده بين 10 11 كده من الانمي، انت مش عارف انت تروح فين، فاهم؟ ممر ضيق كده انت اتزنقت فيه، انت مش هتطلع. طبعا بقى دي بتجلط لما يكون معاك ارواح كتير، فاللي هو انا هرجع اجيبهم برضو ازاي؟ رابع او خامس سلبية هي رفع المستوى. انا في دارك سولز 1 اللي اعرفه ان انا بروح البون فاير، اقعد ارفع مستوايا واكمل. في دارك سولز 2 لازم أن ترجع مجهولة ترفع مستواك، وبعد كده ترجع تاني المنطقة اللي انت فيها عشان تكمل اللي انت بتعمله او الزعيم اللي انت رايح له. وده كان غريب لان انا في بدايتي في اللعبة انا مش عارف حاجة حرفيا. انا دخلت نزلت اللعبة، دخلت مشيت اللي شويه الاولانيين، رحت البون فاير عشان ابتدي ارفع مستواي. طبعا كنت بسكيب اللي هي الكلام اللي هي كانت بتقوله، اللي انا هحط لكم صورتها دي، كنت بسكيب كلامها بصراحه، ما كنتش فاهم اصلا منها حاجه، فما كنتش عارف ان هي اللي بترفع المستوى. وانا قاعد عمال ادور لغايه بقى ما دورت ودخلت يوتيوب وسالت شات جي بي تي ولفيت لفه يعني كده. ليه ما كانت في البون فاير كانت حلوه. خامس حاجه هي الاسلحه، كان في تنوع حلو قوي في الاسلحه، بس هم بوظوه بحته ان السلاح بيتلف او السلاح بيقعد معاك شويه ولازم ترجع للحداد عشان يصلحه، وده كان بيكلف ارواح كتير. فاللي هو هل انا ارفع مستواي ولا اصلح الاسلحه ولا ارقي المعدات اصلا عامه؟ واحده من السلبيات ان العالم غير مترابط خالص، يعني هو حاطلك العالم مقسمهولك وحاطلك بون فاير في كل مكان، فانت عشان تروح لبوس معين محتاج الاول تنزل البون فاير ديت، بعد كده بقى تاخدها بقى جري لغايه البوس. طبعا مش عايز اقولك الانيميز بيكونوا في كل مكان ازاي. نيجي بقى للجزء الاجمل واللي بصراحه خلاني استمتع جدا باللعبه. نبدا بالجزء الحلو، الايجابيات. وازاي نبدا بالايجابيات؟ ما نحطش في منطقه رئيسيه او مجوله. في الاول مجوله كان تصميمها حلو قوي وكبيره وواسعه وفيها شخصيات كتير، ولكل شخصيه حرفيا حكايه، عاملين لكل شخصيه سيناريو والقصه بتاعتها اللي اللاعب المفروض بيبتدي يعرفها من التقدم في الحوارات والتقدم في القصه. تاني حاجة، العالم كبير وتقدر تستكشف حاجات كتير، أماكن كتير، مناطق مختلفة، وكل واحدة لها جوهر مختلف وأسلوب مختلف، تحس إنك فعلا بتستكشف عالم لوحدك. تالت حاجة، النظام اللي بيخليك تبني شخصيتك، نظام جامد قوي. يعني انت متخيل انت ممكن تلعب ب5 شخصيات مختلفة؟ هل انت عايز تعمله محارب اللي هو محارب تقيل بيلبس درع وماسك سيف، ولا عايز محارب خفيف اللي هو ماسك سيف او لص او ساحر؟ نظام حلو قوي، ممكن اختمها 5 مرات حرفيا. ورابع ايجابيا هي تفصيله غريبه شويه بس انا عجبتني الموسيقى قوي، موسيقى كل زعيم، وكل زعيم ليه كده تراك كده معين، فاهم؟ تخلى لكل زعيم جو لوحده. واخر ايجابيه واللي انا شايفها برضه حلوه جدا، ده الحريه الكبيره اللي في العالم. انت مش عاجبك المنطقه دي وصعبه، خش على اللي بعدها عادي. ففي اكتر من منطقه صعبه انا سبتها اصلا في الاول، بعد كده رجعت لها في الاخر بعد ما عليت الليفل شويه. ممكن بقى اخر حاجه ازودها في الفيديو الاضافات والدي ال سي. الموضوع كان حلو بشكل غريب. الدي ال سي في دارك سولز 2 حلوه 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 قوي، مناطق مختلفه، عايز تلج خد، عايز متاهه وصحراء خد،
عايز ابراج وحتت عاليه، خد. حرفيا ما حرمتناش من حاجه. الدي ال سي كان في حته تانية بصراحه. واحده من الايجابيات اللي انا بحبها جدا، اللي أنا ممكن اخش العب لعبه تانية عشان الدي ال سي بس. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو مراجعتنا لدارك سولز 2. فما تنساش اللايك والاشتراك، وهل تحب نكمل السلسله ولا لا قولي في الكومنتات ده لو حد شاف الفيديو. وسلام.